بصوا عملنا حاجة كده عظمة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الكحك اللي عملناه. ما شاء الله. ده محشي جبنة، وده محشي وده محشي عجوة. بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله ازاي مستوي ازاي وحلو. ما شاء الله. وده بسم الله ما شاء الله. اهو بصوا ضفاير دي اهو شايفين. خليكم متابعين معايا لاخر الفيديو عشان نعرف احنا عملنا العظمه دي ازاي، وايه الطريقه بتاعت الكحك اللي احنا عملناه ده، او الشريك او الكحك المضفر زي ما بتسموه في كل بلد. بصوا شايفين. خليكم متابعين معايا لاخر الفيديو، وحطوا لايك للفيديو حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده ان شاء الله الكحك المضفر او الشريك، على حسب ما هو ليه مسميات كتير، بس على حسب ايه كل بلد ما بتسميه. بصوا ده دقيق اهو، وهو معانا سمسم، ومعانا فانيليا سايلة، ومعانا ريحة موز. هي كانت متبقية من خبيز العيد بصراحة، بس أنا حبيت أستغلها. بس أنا غالبا ما بحطش فيه ريحة الموز، دي أول مرة يعني. ومعانا البيضة اهو، ومعانا خميرة بيرة، والسكر واللبن. دي المكونات اللي أنا هستعملها مع الشريك أو الكحك المضفر. ماشي يا حبايبي، خليكم متابعين معايا لاخر الفيديو حلو جدا. والكحك او الشريك حلو جدا جدا، طعمه حلو جدا وهيعجبكم. جربوه كده هيعجبكم ان شاء الله. خليكم معايا خطوة بخطوة كده وهنشوف مع بعض. اول حاجة بنضيف البيض اهو. على فكرة ممكن تحط له اي كمية بيض انت عايزاها، يعني مش شرط اي كمية بيض. بصوا احنا ضفنا البيض اهو، واي كمية بيض هتحطيها عادي يعني، مش شرط يعني. هي اي كمية بيض هتحلي العجين. بصوا، ودي ريحة الموز اللي قلت لكم عليها اهي اهي. وهنحط الفانيليا سايلة برضو عشان ريحة البيض، طبعا كله دون عشان ريحة البيض اهو. وهتشمي ريحة الحاجات دي في الفرن، بتبقى ريحتها حلوة جدا الروايح دي. وهنقلب كده اهو، هنقلب كده البيض. وبعدين بنضيف السكر مع البيض، والسكر حسب الحالة اللي انت عايزاه، يعني حسب الحالة اللي انت عايزاه براحتك اهو. وبنقلب كويس خالص كده السكر مع البيض اللي احنا حطيناه. بنقلبهم كويس خالص كده لغايه لما ندوب السكر مع البيض. وبعد كده بنضيف حوالي كوبايه سمنه. هو مش بيحتاج سمن كتير، حوالي كوبايه سمنه كده اهو، والسمنه اللي انت عايزاها برضو. وبنقلب الخليط ده كله مع بعضه كده لغايه لما السكر وكله يدوب مع بعضيه كده. ماشي. وبنضيف كميه من اللبن كده، حوالي كوبايه في الاول، والباقي هنسيبه عشان نعجن بيه اهو. حوالي كوبايه في الاول كده. وبنضيف الخميره البيره اهي دي خميره بيره دي اهي. ممكن تدوبيها مع اللبن، وممكن تحطيها كده. انا بصراحه نسيتها مع اللبن، فعادي يعني تحطيها كده عادي برضو يعني، او خميره فوريه زي ما تحبي برضو. ماشي. وبعد كده بننزل بكميه الدقيق اهي. هنشيل المضرب ده كده عشان خلاص احنا كده مش عاوزينه. ماشي. وهننزل بكميه الدقيق اللي معانا،
واحده واحده كده، وشيلي المضرب يا متدلعه واعجني بايديكي. ايوه يلا كده، عندك عجان اعجني بالعجان، ما عندكيش انزلي بقى بايديكي بقى. يلا بقى واحده واحده كده مع بعض هنعجن الشريط. بصوا نزلنا الدقيق كده اهو، وهنبدأ. بصوا ده السمسم هنحط جزء منه كده وهنسيب جزء، هنشوف شوية كده صغيرين كده اهو ماشي. وحطينا جزء كده في العجين كده وهنعجن. بصوا هنضيف باكو بيكنج باودر كده اهو، ده بيخلي العجينة طرية. ايه بنضيفه كده وبنعجن باللبن، او مفيش لبن هو كده كده محطوط فيه بيض، فالعجينه ان شاء الله تبقى حلوه. هنعجن بالميه، او تزودي لبن مع ميه، او تحطي لبن بودر برضو حلو يمشي برضو يعني ماشي، ما توقفيش على حاجه خالص. بص هنضيف لبن كده عشان هنعجن باللبن كده اهو اهو اهو، واحده واحده كده، وهندخل كل العجين ده اهو اهو، نضيف واحدة واحدة عشان في كمية سوائل من تحت. فعجيني واحدة واحدة كده، حطي اللبن شوية شوية اهو. هو مش بياخد معاكي عجين يعني، مش بياخد معاكي اقصد وقت يعني ماشي. اهي واحدة واحدة كده هندخل كل الدقيق ده في نسبة السوائل اللي معانا اهي. الريحة فظيعة ما شاء الله، ريحة الروائح اللي احنا حطيناها دي مخليه ريحة العجين فظيعة. شايفين الصفار بتاعه، شايفين كمان لون اللون بتاعه، احنا لسه معجناش اهو. بصوا شايفين اللون بتاع العجينة ما شاء الله، والريحة تجنن ما شاء الله. الروائح اللي حطيناها مش مخليه ريحة زفارة بيض خالص. بصوا ادي العجينة اهي، شايفين احنا عايزين القوام ده اهو، وهقول لكم ليه واحنا شغالين فيها بعد كده. اهي بصوا بعد ما خلصنا كده باجي كده، انا بحب احط كده ايه حبة السمنة كده في الاخر كده، واروح ايه مملكة بيهم العجين اهو، اروح مدخلة بيهم العجين كده اهو، واحدة واحدة كده اهو اهو يا حبايبي. وبصوا حتة السمنة اللي انت بتحطها في الاخر دي بتخلي العجين ينعم كده معاكي اهو، شايفين. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي وحطوا لايك حبايبي، وخليكم متابعين معايا لاخر الفيديو ماشي. صلوا على النبي، صلوا على النبي كده وانتوا بتعجنوا دايما او بتطبخوا او بتعملوا اي حاجه عشان البركه تنزل في الحاجه اهي. بصوا خلصنا كده، وبعد كده اقول لكم ايه الحته دي امي دايما تعملها في اي عجين علشان ايه يبقى مدفي العجينه كده ويساعدها على الخمر اهو. حبه سمنه كده، معلقتين سمنه كده، وفي اطراف في حواف البوله اللي انت شغاله فيها، وبتروحي تتني كده الايه العجين كده في الحوافي كده. وبعد كده بنغطي عليه وندفيه، نحط عليه حاجه تقيله كده عشان ايه عشان يطرى ويخمر. هو هياخد وقت معاكي شويه في الخمر علشان العجينه بصوا تقيله ازاي. وزي ما قلت لكم انا هقول لكم ايه انا عاملاها كده. شايفين القوام، احنا عايزين القوام ده كده اهو، عايزين نفس القوام ده كده، وهقول لكم ليه واحنا شغالين ماشي. خليكم متابعين معايا لاخر الفيديو حبايبي، وحطوا لايك حبايبي للفيديو ماشي. عايزه لايك حلو منكم كده. بصوا يا حبايبي العجينه بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي حبايبي. بصوا شايفين، ولا هنديها بوكس ولا الكلام ده. بصوا شايفين احنا هنقطع كده اهو. بصوا هنتن الصاج كده اهو، هنتن سمنه، هنتن الصاج سمنه، متتنيش اي ماده دهنيه تاني غير السمنه اهو، عشان ما يمسكش الخبيز ما يمسكش في الصاج من تحت اهو.
هديتي الصاج كويس خالص كده، ما تسيبيش اي فراغات فيه اهو. دهنا كده وهنشوف هنقطع ازاي العجين اهو يا حبيبي. بصوا هنعمل كده عشان العجين ما يمسكش في البتاع، عشان احنا ايه هنفرد هنا اهو في الصينيه. اول حاجه كده هنتن كده الصينيه عشان لما نحط العجين ما يمسكش فيها اهو. وهنبدا ايه، هنبدا نقطع اهو اهو. بصوا اهي، شايفين ما شاء الله اهو، ومش محتاجه ان انا ادهن ايديا خالص. ما شاء الله العجينه ما شاء الله فله حلوه خالص اهو. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله، انا ما دهنتش ايدي والله سمنه اهو اهو. بصوا شايفين هعمل ايه، هعمل 3 من دول كده اهي بنفس المقاس كده اهي. الف كده، وكمان لو معاكي ترابيزه او قلح او حاجه هتبقى سهله بالنسبه لك اهي. تحطيها على الترابيزه كده وتلفيها بايديكي ماشي اهو. شايفين ترابيزه طبليه اي حاجه. هي العجينه بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم صل على النبي. العجينه حلوه بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي اهي. بصوا شايفين اهي عملناهم 3 اهم. هنبدا نضفر بقى اهي واحده واحده كده. هنجيب دي كده هنوديها كده، وهنجيب دي كده اهو، دي اللي في الطرف هنوديها كده، وهنجيب دي كده. بصوا اهو، خدوا بالكم من حركه ايدي اهي اهي، كانك بتضفري شعر. انا بكلم اللي هما ما بيعرفوش يضفروا مثلا، لكن اللي بيعرف يضفر الشعر اهو هيعرف يضفرها اهو. واحده كده واحده كده، واحده كده واحده كده اهي، واحده واحده اهي، بتطلع حلوه جدا اهي. بصوا بنيجي هنا في الطرف اللي احنا عملناه في الاول كده، بتروح عامله ازاي اهو، بتضفريه برضو كده اهو اهو. بصوا شايفين اهي بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه بقى بعد كده اهو؟ بصوا شايفين، بصوا منظرها عامل ازاي، اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله. بصوا بعد كده بتعملي كده وتروحي قافله ده كده، هتقفلي العجين كده على بعضه كده اهو. هنعملها زي دايره كده. بصوا اهي بسم الله ما شاء الله. ممكن تعمليها اكبر من كده اهي اهي. هنروح بقى على الصاج كده، وهتروحي ترصيها كده في الصاج اهي. حاولي توسعي الدايره اللي في النص دي كده، تشديها كده وتوسعيها كده، عشان لما تيجي تستوي او لما تيجي تخمر ما تقفلش الحته دي على بعضيها من هنا كده، عشان تقعد فيها وسع كده. فحاولي توسعي المكان، حاولي توسعي الكحكايه كده ماشي اهي. هنعمل واحده تاني اهي، هنعمل واحده كبيره شويه ماشي. اوريكم انا ممكن بعمل احيانا بعمل كحكايه، ممكن تملى نص الصاج ده بسم الله ما شاء الله. وده بيبقى طعمه احلى من بتاع الفرن بكتير. يعني انت ساعات بتجيبي بتاع الفرن ده اللي هو الضفاير ده بس ملوش طعم، لكن ده بسم الله ما شاء الله. يعني المكونات اللي احنا حاطينها في الكحك بسم الله ما شاء الله مطعمه ومخليه طعمه رهيب جميل بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بصوا لفينا اهو، بصوا لفينا واحده تاني بس كبيره عن التانيه اهي. بصوا بقى هنضفر ازاي زي ما وريتكم في المره الاولانيه اهي. دي عشان كبيره شويه بس اهي اهو، سهله جدا اهو. شايفين
لما بتعملي حاجة مش دايما كل الناس بتعملها، بتبقي فرحانة خالص بنفسك. اتعلمي تعملي كل حاجة، اللي ما تعرفيش تعمليه تعلميه. بصوا شايفين اهو، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. اهو بنيجي في الطرف ده كده، بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله، دي كبيرة دي ما شاء الله اهي. بتروحي ماسكة كده اهو تجيبي الصاج كده اهو، بنروح حاطينها كده في الصاج. بصوا يعني احنا ممكن نحطها كده على ترابيزه ولا على طبليه اهو. شايفين؟ بصوا حته العجينه دي لما تقطع عجينه وتلاقوها كبيره مترجعهاش تاني في البوله، حطيها هنا على جنب كده عشان ما تقلش بركه العجين. ده كلام امهاتنا الكبار. بصوا اهو، شايفين؟ بصوا 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 اهو. شايفين الحته دي؟ امسك الطرف ده والف كده اهو اهو. بصوا انا احسن كحكايه بحبها دي على فكره اهي، احسن شكل بحبه ده في الاكل بالذات. بصوا الحته التانية دي، بصوا ممكن تعمليها كده برضو اهو اهو. بصوا بس سيبي وسع من هنا لان هي هتخمر هتقفل الحته دي، فمش عايزينها ترفع لفوق كده اهو. بصوا اهي، وبعدين الطرف ده كده تروح حطاه كده ايه لتحت العجين كده اهو عشان ما يفكش برضو في الخمر. بصوا شايفين؟ وبروح على الصاج اهو. ماشي، هنعمل بقى اللي جايين دول بالعجوه، بالعجوه ان شاء الله هنشوف مع بعض. ماشي اهو يا حبايبي. بصوا هنعمل بالعجوه اهي. بصوا العجوه دي حمرتها معاكم قبل كده طبعا انتوا اهو شايفين اهي. انا كنت عاملاها قبل كده معاكم في المنين لما عملناه، ودي كانت زايده من المنين بصراحه. انا كنت حاطاها في التلاجة مش هيجرى لها ولا حاجه خالص، وقاعده طريه اهي بسم الله ما شاء الله، برغم ان هي انا لسه مطلعاها من التلاجة اهي في الرف يعني مش في اهو. بصوا اهو، باخد حته كده بحطها في قلب العجينه كده وبروح. بصوا بقى اقفل عليها ازاي اهي اهي اهي. بصوا قفلنا ازاي عليها اهي، روح دايسه عليها كده اهو، نبططها كده اهي، ندوس عليها كده نبططها كده، هي لسه هتخمر اصلا اهي. بفردها كده اهو وبروح احطها ايه في الصاج اهي اهو. بعمل واحده تاني معاكم اهي. بصوا اهي حجم العجينه اهو، وعلى حسب ما انت عايزه برضو بروح فرده كده العجينه، بروح جايه اهو اهي حاطه كده في قلب العجينه كده العجوه، وبروح ايه هقفل عليها كده واحده واحده اهي اهي اهي. هقفل واحده واحده كده ما تبينيش العجوه. بصي حاولي ان انت تداري العجوه جوه العجينه عشان ما تتحركش معاكي في الفرن اهي. شايفين اهي مش باينه خالص اهي. روح دايسه كده ضغطه كده بكفه ايدي كده اهي، هضغط كده بكفه ايدي كده اهو اهو، ابططها كده بكفه ايدي، بفردها كده عشان لسه ايه لسه هتخمر اهي اهي حبايبي. وبروح برضو على ايه على الصاج اهو. بص هنعمل شويه بالجبنه محشين جبنه كده لاجي العيون تقع اهي اهي. بصوا شايفين نفس القصه كده، بس داري عليها جامد عشان ممكن الجبنه تسيح اكيد ده اكيد دي جبنه براميل دي، هي مش تنفع غير جبنه براميل جوا منها عشان تبقى فيها حدوقيه حلوه كده تدي طعم للكحكايه من جوا اهي. بصوا اهو تبقى عامله زي الباتيه كده اهو. بصوا انا مش مكبره الكحكايه. نعمل واحده تاني كده مع بعض
بصوا. بعدين نفرد كده عشان نعرف نحط فيها في قلبها الجبنه كده اهي. نفردها كده ونروح حاطين ايه قطعه الجبنه كده جوه منها هنا كده اهو. اهو. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي وحطوا لايك للفيديو. يا رب كل اللي يصلي على النبي في الكومنتات ربنا يرضيه يا رب ويكبر بخاطره بحق لا اله الا الله. اهو بصوا اهو. بصوا شايفين اهي. هروح ضغط عليها كده اهي. بصوا تقفل عليها من فوق ومن تحت كده عشان لما تحطها في الصاج ما تنزلش الجبنه في الصاج اهي، وتحتفظ بالحشو بتاعها من جوه. هنعمل كده اهو. الله اكبر الله اكبر. اهو بصوا شايفين. هنعمل دي ونستنى بعد الاذان. اهو يا حبايبي. كفينا عليها كده اهي. نروح ضاغطين عليها ضغطه كده. يلا حطوا لايك بقى للفيديو. هنتن وش الشريك ولا الكحك. ابص هنتن وشه بايه؟ ببيضه. احط عليها فانيليا كده، ما تخافوش مش هيبقى فيها ريحه زفاره طالما حطيت عليها فانيليا اهي. لو مش حابه البيض ممكن تستبدليه بعسل اسود، هيدي نفس النتيجه برضو، هيدي لمعه اللمعه بتاعت وش الكحك. بصوا اهو. بس العسل الاسود برضو تخفيه بشويه ميه شويه اهو. هنضيف شويه كده من السمسم كده في قلب اهو، وهنقلب كده. هناخد الخليط اللي احنا عملناه ده وهنتهم بيه وش الكحك اهو. اهو بصي واحده واحده كده، ما تنزليش في الصاج عشان ما يحرقش الكحك من تحت اهو. لو عايزه تعيدي عليه تاني تحط عليه سمسم بعد ما دهنتيه كده هتحط عليه اهو. ممكن بعد ما تضيفي كده بعد ما تخلص كده تروح ايه. انا حطيته في قلب البيض عشان يمسك في الكحك ما ينزلش بعد السوا اهو. ترش عليه تاني كده لو انت حابه يعني، هيمسك فيه على طول اهو. هنتم بالراحه كده عشان ما ننزلش في الصاج من تحت. بجد الريحه حلوه خالص. حتى البيض اللي احنا بنتهنه ده ريحته حلوه خالص عشان الفانيليا اللي حطيناها فيه اهو. دي الصينيه اللي هي بتاعت الجبنه اهي. بصوا اهي. هو تقريبا يعني كده هو خمر وفاضل له شويه كده وانت بتتهني ما تضغطيش عليه عشان الخمر، تضغطيش على بتاع تحت اهي. خفيف خفيف كده، خف بايدك كده من فوق. انا مصغره الكحكايه بتاعت الجبنه عشان ايه؟ عشان تبقى حلوه كده صغيره كده ومحكومه. صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي وحطوا لايك للفيديو اه اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. او ممكن نزود سمسم كده في اللي هما فيهم جبنه دول عشان ايه اهو، عشان يبقى طعمه حلو يعني.
شويه كده صغيرين كده. هو شكل السمسم على الوش بيبقى طعم وشكل بسم الله ما شاء الله اهو. وبعدين الدهن اللي احنا بندهنه من فوق بيديله لمعه حلوه جدا وطعم حلو برضو. هو غالبا ده بيبقى طعمه مختلف خالص عن الكحك العادي او الجرس اللي هي العاديه دي. اهي هنكمل ده الصينيه دي هي اللي كانت ببلح دي. بصوا هنكمل الكميه كلها كده اهي بنفس الطريقه كده اهي. ما تخافوش من ريحه البيض، ما بتبقاش فيها ريحه خالص طالما حطيتي فانيليا، ما بيبقاش فيها ريحه خالص فما تخافيش. لو مش حباه خالص حطي اللي انا قلت لك عليه العسل الاسود. حليه بشويه ميه كده، حط عليه شويه ميه كده عشان يخف العسل يخف شويه، ما يبقاش تقيل معاكي يعني. شويه صغيرين معلقه كده بس. وادهني وش الخبيز بتاعك، اي خبيز يعني مش شرط الكحك اللي احنا عاملينه اهو. اهو كده هو كده خمر كده، هندخله على الفرن اهو. اهو شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي. بصوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي حبايبي. بصوا شايفين اهو بعد ما دخلناه الفرن اهو اهو. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي. شوفوا احلى من بتاع الجاهز اللي احنا بنشتريه من الافران، وطعمه احلى من بتاع الافران بكتير ما شاء الله اهو. بصوا شايفين ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهو اهو يا حبايبي اهو. بسم الله ما شاء الله اهو ما شاء الله. شايفين حبايبي اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا ده بتاع الجبنه اهو. شايفين بصوا منظر، بصوا المنظر، طعمه روعه بسم الله ما شاء الله اهو. طعمه جميل جدا اهو. وادي بتاع وادي اللي هو بالعجوه. شايفين ما شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين مستوي ازاي ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهو. وادي اللي هو الضفاير اهي ما شاء الله اهي. بصوا شكلها ولا اروع، والله اروع من بتاع الفرن اللي بنشتريه من بره اهو. طعم ما شاء الله ونظافه ما شاء الله اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. حطوا لايك واشتركوا في القناه واعملوا شير لكل حبايبكم واصحابكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. يلا سلام عليكم.